الحق نفسك، سيبك من التلفزيون والحاجات اللي فسدت بيوتنا. احنا عايزينك تسمع الحاجات اللي احنا بنقولها دي، عايزينك تسمع حاجات إسلامية، عايزين نصلح من نفوسنا. هو ده اللي دخل الشيطان بيتنا. الحق نفسك، الحق بر والديك. سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، أتاه رجل قتل نفس كبيرة من الكبائر، قال له ماذا أفعل؟ قال ألك أم؟ قال لا. قال ألك خالة؟ قال برها. فتعجب مجاهد، قال يسألك عن قتل وتكفير قتل وتقول تسأله عن أمه؟ قال لم أجد شيء يكفر الذنوب مثل بر الوالدين. فيلي مزعل أمك ومخصماها، ويلي مزعل أبوك وأمك ومخصمهم، روح صالحهم وبوس على رأسهم وخد رضاهم. لو هم أشر الناس هم أبوك وأمك. أبونا إبراهيم أبوه كان كافر، كافر. أبوك مش كافر، أبوك مسلم وأمك مسلمة، وكان بيقول له يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، واستغفر له ربنا، ويوم القيامة بيقول له يا رب، برغم ان هو اللي حطه في النار. كان بيطلب من ربنا سبحانه وتعالى انه يدخله الجنة. هي دي الرحمة. عايزين قلوبنا يبقى فيها رحمة. من لا يرحم لا يرحم. يا ريت يا ريت كل واحد فينا يصلح من نفسه ويقرب من ربنا، ودي فرصة، فرصة لكل واحد فيكم، فرصة. خلي بالك عمرك ضيق جدا. شوف انت بتتولد بيأذنوا في ودنك اليمين، بيقيموا الصلاة في ودنك الشمال، لما بتموت بيقولوا الله أكبر ويصلوا عليك، لا بيكبروا ولا بيقيموا صلاة. بين الصلاة والأذان والإقامة ده عمرك. نعم. الحق نفسك. بارك الله فيك يا شيخ، جزاكم الله خيرا على هذه الكلمة الرقيقة، والحمد لله سبحانه وتعالى يعني ان هو أنعم علينا بهذه يعني الفكرة الطيبة، ان احنا نستفتح هذا اللقاء الذي هو خير شفاء برقيقة تلين النفس وتطيب القلب وتفتح يعني منافذ الإيمان في القلب، كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أعزائي المشاهدين، إن شاء الله كما تعودنا نحن في انتظار اتصالاتكم واستفساراتكم حول كل ما يخص المسلمين من المشاكل الروحانية المتمثلة في المس والسحر والحسد ومثل هذه الأشياء التي نجيب عليها إن شاء الله إجابات وافية مبنية على الكتاب الكريم كتاب الله تبارك وتعالى والسنة المطهرة، دون بدع ودون خروج عما علمه لنا الإسلام. وكما تعودنا أيضا أن احنا بنمسك موضوع أساسي شيخ سامي نتحدث فيه خلال الحلقة، ثم بعد ذلك نعرج على المواضيع الفرعية. كنا نتحدث ولا زلنا تحت عنوان علامات يعرف بها الساحر، وقلنا أن هذه القضية مهمة جدا، لأن المعالجين بالقرآن النهاردة أنت ما تعرفش تميز، وحضرتك ما تعرفش تميزي بين المعالج الحقيقي الذي يسير على نهج القرآن الكريم وبين من يتخذ القرآن وسيلة ليبتذ أموال الناس أو ليضللهم أو لهدف دنيوي آخر. فإن شاء الله فضيلة الشيخ سامح نستكمل معا العلامات التي يعرف بها الساحر حتى يعني يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. احنا بفضل الله عز وجل كنا وقفنا الحلقة السابقة عند سحر العقد. نعم. وده السحر اللي تم عمله النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف الناس تظن ان سحر العقد ممكن يكون شر، يعني بالشر بس، او بان انا اضر فلان بس، ان انا اخد منه قطر واذيه. لا، انا اعلم امرأة كنت من العرب اللي في مصر، يعني دي خايفة على ابنها من الحسد. وولد بقى وحيد، وهي كان سنها كبير وجاء على كبر، خدته الواحد من اللي بيقولوا عليه شيخ. نعم. جاب حبل وقاس طول الولد بالكامل، وبعد يقعد يعمل عقده وايه وينفس. الولد ده امه جابته لي ليه؟ لان هي داخل بيه سواء في الطب سواء في اللي هم اللي بيسموهم شيوخ دول. نعم. كان عنده اشتباه في سرطان. لا حول ولا قوة إلا بالله. حاجات في جسمه، آلام وحاجات غريبة في جسده. شوف هي أذته بسبب موضوع الحبل ده، بقى جسمه كله فيه أذى. لا حول ولا قوة. سحر في جسده كله، سبب له مشاكل وآلام شديدة جدا في جسده كله، ومش عارف هو عنده ايه. والدكاتره يقول لك ده اشتباه في سرطان. طب سرطان، والولد بيروح يعني شبه أسبوعيا للمستشفيات الأطفال يتعالج فيها. نعم. هي اللي أذته. طب شيخ سامي قبل ما نستكمل القصه ناخد بس الاستاذ مجدي من الجيزه. السلام عليكم. السلام عليكم. على سؤالك اتفضل يا فندم.
السلام عليكم. عليك السلام عليكم. اتفضل. انا مجدي اللي كنت مع حضرتك في الحلقه اللي فاتت. اتفضل. في الحلقه اللي فاتت فحضرتك ما عرفتش، بس يعني انا سؤال حضرتك. اتفضل حضرتك. سؤال حضرتي، انا زوجتي اللي هي اللي كانوا بيكتبوا السحر وبيعملوه في رجليها، كل ما اجيب لها معالج، انا جبت لها 3 بتتأذي اكتر ومش عارف حضرتك، يعني كنت عايز بس رقم تليفون الحاج سامي اروح له يقول لي اعمل ايه، اتصرف ازاي. بص انا اقول لك شيء جميل قوي ان شاء الله، يعني هرد عليك بعد بص يا سيدي، بفضل الله عز وجل. خليني على الخط ولا اقفل؟ لا اقفل واسمعنا ان شاء الله. بفضل الله طبعا لازم تشوف اذا كان حموها بحاجه. يعني انت قلت لي كتب ورق وحطه بين صوابع رجليها وصوابع ايديها، انا فاكر. نعم. فطبعا ده اذى بيخلي جسمها بيبقى عرضه ان الجن يدخل فيه ويبقى فيه اثار السحر في جسدها. نعم. فانت اقرا لها على ماء، انت مش محتاج معالج. نعم. اقرا لها على ميه الايات اللي احنا قلناها، الفاتحه والايه 102 من سوره البقره، واتبعوا ما تتلو الشياطين، والكرسي والايتين اللي بعدها، وخواتيم البقره، والشرح والاخلاص والمعوذات. اقراها على ماء وتشرب وتغتسل، ولو في اي اثار من اشياء موجوده تخلص منها بالحرق، الا اذا كان الشخص نفسه قال لك دي تحرقها وتتبخر بيها، دي لازم تحطها في ميه مقري عليها. ما دون ذلك يتحرق. يعني الشيء بس اللي الطلب فيه ان هو يتبخر بيه او يتحرق، ده ما اسمه عمل ناري زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت، وده ما بيشتغلش الا اذا لمس النار. لو هو قال لك ده تبخر بيه، لا ده ما تحرقوش، ده تبله في ميه بقرآن، ان شاء الله السحر يكون انتهى. وخليها تشرب وتغتسل لعده ايام، مثلا من 5 ل 7 ايام على الاقل مثلا. وانا ان شاء الله انت شوف ممكن تتصل بالكنترول، هدي لك نمره، بس هرد. يعني انا بفتح التليفون ده ساعه قبل المغرب عشان تطمني عليك بعد اسبوع، وإن ما كانش ممكن تتصل بينا على القناه وان شاء الله خير. ماشي. بارك الله فيك شيخ، جزاك الله خيرا. الله يعزك يا رب. يعني نسال الله ان تكون الاجابه شافيه وكافيه. نستكمل قصه الغلام اللي هو يعني فده امه عملت له، هي اللي سحرته، وتظن ان هي عايزه تشفيه وتحميه وتحفظه. يعني هل انقلب السحر الى مرض عضوي؟ هو بص، لا ياتي السحر ولا الساحر بخير. ده انت لا تعلم. امراه مره عملت سحر محبه لزوجها، انه ما يحبش اي حد غيرها، فكره امه واخواته وكل نساء الدنيا ما عدا هي، وبعد كده السحر انقلب عليها وطلقها. يا خبر ابيض. بص، هل تظن ان الشيطان يريد بك خير؟ نعم. يعني الشيطان يريد بك خير؟ استحاله ابدا. ربنا يعافينا يا رب. اللهم امين. طيب احنا كان معانا مجموعه من الصور نبدا نعرض سحر العقد يعني كده. اخواننا في الكنترول يعني يجهزوا بالصور. جميل كده. دي نماذج من سحر العقد وبعض التمائم والاحجبه، وطبعا الامواس والحاجات دي اللي بيستخدموها، والمقصات والحاجات دي بيستخدمها السحرة في بعض انواع سحر المرض عشان تسبب الام في الجسد. لا حول ولا قوه. شفرات وكلام من ده. الصوره اللي بعد كده دي عقد اهي، سحر معقود في شعر وخيوط وقطع، بعض قطع من الملابس. ده بيبقى سحر الملابس المسحور بقى. ممكن يتعمل بالاذى، وممكن يتعمل زي ما الست دي عملت ان هي عايزه تشفي ابنها. الصوره اللي بعد كده دي نماذج من سحر العقد. بس انت لا تتخيل هذا السحر كان عند احد مشايخ في السعوديه، ده اخرجه من فرج امراه بكر وظلت بكر. يعني كان بيقرأ عليها، كان أهلها راحوا عنده في المكان اللي هو بيرقي فيه، سبحان الله، وأخرجت هذه الأشياء من الفرج وما زالت بكر. كان معمول لها سحر بعدم الزواج وعدم الإنجاب. لا حول ولا قوة. الصورة اللي بعد كده ده أحد الخيوط اللي احنا كنا شايفينها، سحر العقد ده. تخيل حبل في عقد ارتفاع حوالي متر وشوية، ده كان في داخل جسدها. طبعا تتعجب هو ازاي داخل جسدها. هو بيبقى متصل بالعالم الآخر، ولكن مع الرقية بيبتدي يجي من العالم الآخر للعالم بتاعنا، من العالم بتاع الجن للعالم بتاعنا. الصورة اللي بعد كده ده برضو أحد العقد، بس بصورة قريبة عشان نشوفه. بيبقى جزء من الملابس ومعمول عليه عقد، وبينفذ فيها الساحر الكلام والسم الخبيث بتاعه. ممكن نستوقف بس الصور بعد إذن حضرتك نرد على أم مصطفى من بورسعيد.